ازيكم يا متابعيني الغاليين، ما تنسوش تعملوا لي اشتراك في القناة ولايك وكومنت عشان يوصلكم فيديوهاتي. ما تنسوش الاشتراك لأن اللي جاي مش مجرد حكاية، دي حقيقة تقيلة. في عمارة عادية، الشقق كتير بس واحدة جواها كل حاجة مختلفة وخطرة. راجل هادي جدا، شكله عادي بس قلبه مليان غضب وخداع. مراته حاسة بحاجة غلط، حاسة إن الخطر قريب ومش قادرة تمنعه. إيجار واقف وبيسمع كل حاجة، بس اختار يعمل نفسه مش سامع عشان محدش يتورط. والخناقة بينهم كانت هادية، بس كل كلمة كانت بتجرح أكتر من السكين. الراجل بدأ يشك في كل حاجة حواليه، والشك لما يدخل القلب صعب يتشال. زوجة بدأت تخاف منه، الخوف كان بيزيد كل دقيقة. موبايل على الترابيزة، نور فجأة، رسالة واحدة قلبت كل الموازين. الرسالة وسكت، بس السكوت ده كان أول علامة إن في حاجة كبيرة هتحصل. المواجهة حصلت من غير صراخ، الحقيقة اتقالت ناقصة، والجو اتوتر جامد. اعترفت بحاجات، بس نص الحقيقة فضلت مستخبية. واللي حصل جوه الشقة كان صعب تتصور. ليل نزل تقيل، معاه سكون يخوف. كل حاجة ساكتة، حتى الساعة كانت ساكتة. جار سمع حركة غريبة بعد نص الليل، وقف مكانه. محدش كان متوقع اللي هيشوفه. الراجل قاعد يبص للسقف، كان واضح إن قرار كبير بيتاخد جوه الشقة. الزوجة حست إن في حاجة وحشة هتحصل، بس معرفتش تمنعها. الباب اتقفل بهدوء، والشقة غرقت فيه صمت رهيب مخلي القلوب ترتجف. شوية صوت خبطة، الجار عمل نفسه بس قلبه وقع. نور أزرق دخل من الشباك فجأة، وصوت عربيات الشرطة كسر هدوء المكان. الشقة فضيت، بس الأسرار فضلت. واللي حصل جوه الشقة رقم 7 لسه له باقي، هتعرفوه في الفيديو الجاي.